السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة على القناة واشتركوا في الفيديو تعليق حلو كده. البتنجان يا جماعة اللي هو البلد بتاعنا ده ظهر في السوق بقى. انا مش هضحك عليكم، انا ما بحبش مخلي البتنجان. هتقولي لي ليه او ازاي؟ ما اعرفش، رغم ان أنا على فكرة بعمله حلو جدا يعني. إيه بس انا جوزي بيحبه بقى فهو طلبه، فانا ايه جبت له كيلو كده على قده. إيه سلقته ونحشي بقى التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. التتبيله دي بقى ايه؟ عباره عن خل، ليمون، شويه زيت، شويه شطه، شوية هرسة شطة، كمون، ملح. تروقي عليها بقى عشان خاطر تطلع حلوة. وتقومي جاية بقى سلقاه، ياخد بس غلوتين كده، وتقومي جاية فاتحاه من جنبه وحاشياه. تاني يوم طلعي منه بقى على الفطار، على الغدا، على العشاء، على أي وجبة انتي عاملاها. بيبقى حلو الصراحة، بس أنا يعني البتنجان بيبقى تقيل عليا شوية، يعني ماليش فيه الصراحة. عملته له بقى كده كده، بس أهم حاجة تحطيه في التلاجة، ما تسيبوهوش بره. عشان خاطر بره احنا في الحر حالا هينهري وهترميه. خصوصا كمان انه في قلبه يعني خل وليمون وكده، انما في التلاجة بيفضل محافظ شويه على نفسه. هوريلكوا احنا برضو بنطلع منه، هوريلك بعد ما يخلص. تحفه. وكل اللي كله من ايدي قال لي جميل، بس انا ما باكلوش. شفتوا؟ تعالى يلا خدلك واحده تاني. تحط عليه بقى شويه ميه من بتوع السليق كده، وتحطي في التلاجة بقى. طلعي منه بقى، حطي على الاكل. تعالى يلا خدلك واحده تاني مني.